وليد، يعني اللاعب وليد اليماحي هايل. وليد ركنيه للنصر خطيره للفريق السعودي، محاوله راسيه والهدف الاول، والهدف الاول يتم الان. مش ممكن، ادي الكلام اللي بقول لحضراتكم عليه، وادي اول اداء في المباراه. شوف الارتقاء وشوف دانيال كارينو المدرب كارينو، شوف الارتقاء عامل ازاي يا جماعه. شوف فين سنجاهور هنا، فين سنجاهور؟ المفروض سنجاهور هو اطول واحد بقى هنا في الكره ديت، لكن برضه الحقيقه وقفه سنجاهور مش واقف مع المان. اللاعب يعني كارلوس ما كانش متابع هو كمان. جو جميل جدا واجواء جميله. ادي حسين عبد الغني بيقدم طلاله اهوت. المجموعه بقى روح جميله جدا طبعا عند النجوم الكبار. حسين عبد الغني كابتن الفريق السعودي نادي النصر، محمد نور الغامدي، مجموعه ممتازه جدا. عمر وساوي، محمد البيش، محمد حسين عبد الغني، محمد نور، الفنان يحيى الشهري، وشيع شراحيلي، رفائيل بسطوس، عبد عطيف، حسن الراهب، سعود حمود، السهلاوي، الزبيدي. مجموعه ممتازه الحقيقه من اللاعبين، بالاضافه لعبد المحسن عسيري، محمد حسين، وخالد الزلعي، بالاضافه للاعب جمعان الدوسري، ابراهيم الزبيدي، بدر الدعايع، اللاعب اللي قلت لحضراتكم عليه من اسره الدعايع، الاسره السعوديه الكرويه، ابن عبد الله الدعايع النجم الكبير، وابن عم ولد عم محمد الدعايع. بقى الاسماء الجميله اللي عرفتها كره القدم السعوديه النهارده طبعا موجوده هنا، وتكرم كبطل للنسخه الرابعه لبطوله نادي بنياس. بطوله بنياس الدوليه هي بطوله للنادي السعودي نادي النصر. مكسب كبير جدا الحقيقه للاربع انديه اللي شاركوا. محطه ممتازه جدا لعمليه الاعداد. 22 اغسطس الفريق السعودي هيلعب اول من قلب الحدث. هذه الصوره التذكاريه، وهو ده طبعا اللي تبقى في الاخر في المقام في رياضه كره القدم حتى لحد اعلى حاجه، لحد كاس العالم. هي دي اللقطه الاخيره، هي دي النسخه الاخيره، وهي دي البطوله الجميله. اذا بطوله بنياس بطوله سعوديه، بطولة بنياس بطولة نصراوية سعودية. إذا الفريق العالمي هو صاحب النسخة الأخيرة، صاحب اللقب الأخير، وصاحب الكأس المثيرة كأس بنياس، يتسلمها النجم حسين عبد الغني كابتن فريق نادي النصر السعودي. اجواء جميله جدا للجنه المنظمه للبطوله، مدير البطوله مسلم سهيل الكثيري، رئيس اللجنه صبري الكثيري، والاعضاء حسين المصعبي، بالاضافه للكابتن محمد فؤاد نجم الكره المصريه. ايضا يعني رئيس مجلس اداره النادي اللواء احمد ناصر الريسي، مبارك بن محيروم العامري نائب رئيس مجلس الاداره، تنظيم على اعلى مستوى الحقيقه واستفاده كبيره. هكذا حال ولسان واحوال رؤساء الوفود المشاركه في هذه البطوله. اذا الف مبروك وشكر جزيل طبعا لكل الانديه اللي شاركت في بطوله نادي بنياس. اجواء جميله جدا، والكاس لنادي النصر، الكاس للعميد. سعداء جدا. والان اللحظات الجميله بحسن الختام، مسك الختام، السلام الوطني لدوله الامارات العربيه المتحده. السلام عليكم.